في كل عيد تزدحم الأسواق بالمتسوقين، خاصة آخر يومين قبل العيد، سواء كان ذلك في عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك، إلا أن عيد الأضحى يعتبر أقل زحاما مقارنة بعيد الفطر. وبالرغم من عدد الأيام التي تسبق العيدين والتي لا تقل عن 10 أيام في عيد الفطر و15 يوما في عيد الأضحى بعد استلام موظفي الدولة رواتبهم، إلا أن الناس اعتادت على التسوق في آخر يومين، حيث يتضح ذلك من شدة الزحام التي تختنق بها الشوارع والمحال التجارية. كما كان الأمطار التي هطلت على المنطقة في اليومين الماضيين دور كبير في تأجيل التسوق إلى ليلة العيد، حيث كان المواطنون يستمتعون في أجواء الأمطار. إخبارية الجوف رصدت الحركة المرورية في الأسواق في مدينة سكاكا في ليلة عيد الأضحى، حيث أعدت إدارة مرور منطقة الجوف خطة مرورية لعيد الأضحى المبارك لهذا العام شملت كافة أسواق الشلهوب والسوق القديم، إلا أن الخطة زاد تركيزها على أسواق الشلهوب لما تشهده من زحام شديد، واعتبار أن هذا السوق هو مركز التسوق الأكبر والأكثر ارتيادا من المتسوقين. حقيقة احنا بدأنا من الخطة المرورية من 1/12، تعتمد الحقيقة على تحويل بعض الطرق إلى مسار واحد، وعدنا الحقيقة برمجة الإشارات المرورية لتوزع الحركة على الأسواق، بحيث يكون حركة المرور تكون تفويج للحركة. يعني أنتم زي ما أنتم شايفين الأسواق صغيرة والطرق صغيرة، والحقيقة يعني يعتبر هذا هو السوق الوحيد للمنطقة تقريبا، والمتسوقين يجون حتى من دومة ومن الصوير ومن هديب ومن القرى. الشوارع الحقيقة لا تستوعب الكمية الكبيرة من السيارات، فإحنا الحقيقة نتعامل معها بعملية تفويج، إدخال السيارات على دفعات عن طريق تعديل وقت الإشارات المرورية المحيطة بالأسواق، إضافة إلى أن برضو المواقف الحقيقة لا يوجد مواقف كافية للسيارات. يهمنا برضو عملية المحافظة على المشاة. الحقيقة احنا يعني دائما نخلي الحركة كثيفة وثقيلة على أساس عملية المحافظة على المشاة يعني نساء وأطفال ويعبرون الطريق، فكل ما كانت الحركة ثقيلة الحقيقة هي حافظنا على سلامة المشاة اللي يعبرون الطريق. نعاني الحقيقة من مشكلة الوقوف الغير نظامي من بعض السائقين. هذه الحقيقة يعني لا نستفيد من الطاقة الاستيعابية الكاملة لبعض الطرق بسبب الوقوف العشوائي والوقوف الخاطئ. أمنيتنا الحقيقة دائما أن التعاون من السائقين، الالتزام بأنظمة المرور، الوقوف بالشكل الصحيح، إعطاء الطريق حقه لأن الطريق للجميع. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، وأتمنى السلامة، ونتمنى إن شاء الله دائما نتمنى التعاون من السائقين. وبالرغم من ضيق بعض الطرقات، إلا أن الحركة كانت انسيابية ومتابعة بشكل دقيق من قبل رجال المرور، تساندهم الدوريات الأمنية في ضبط الحركة، بالإضافة إلى عمل الدوريات الأمنية في ضبط الأمن بالأسواق. بالنسبة طبعا دور الدوريات فرض السيطرة الأمنية عندنا في جميع المواقع والمراكز التجارية اللي موجودة، تسهيل الحركة المرورية وانسيابتها بالشكل اللي يؤدي إن شاء الله لعدم حدوث أي ملاحظات مرورية عندنا في المواقع، وكل هذا يتم طبعا وفق الخطط أمنية عندنا في مثل هذه المناسبات. كما أن بعض الباعة المتجولين الذين يعرضون بضاعتهم على الأرصفة وأمام المحلات التجارية مثل باعة الحلويات لهم دور كبير في تعطيل الحركة المرورية وحجز بعض المواقف التي كان من الممكن الاستفادة منها لإيجاد مواقف للسيارات، حيث ضيقت المكان خاصة في أسواق الشلهوب، مما حدا بالخطة المرورية على جعل الطرقات باتجاه واحد وبحركة مرورية بطيئة حفاظا على أرواح المشاة من نساء وأطفال. كما يتواجد بالأسواق أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضبط الأسواق، حيث ذكر المتحدث الرسمي الشيخ رزق المشفي إنه تم تكليف عدد كبير من الأعضاء يدفعهم الشعور بالمسؤولية وواجبهم فيما كلفهم ولاة الأمر من النصح والتوجيه والرفق، وخصوصا في هذه الأيام أوقات زحام وذروة تسوق.
مؤكدا أنه ولله الحمد لم تسجل حالات يشار إليها، فالناس والشباب على وجه الخصوص يتقبلون الملاحظات وكذلك الأخوات.